في هذه الحلقة حبيت كما قلت لكم المرة اللي فاتت نهضر الحجر المنقوش تاع سمعة أكادير اللي بقى ساكت لمدة طويلة. النص نتاع هاد النقوش جات في الوجه الجنوبي فين كاين باب الدخلة للسمعة، فيها 4 روسيات وحجرة فيها رسم منقوش. المحليين في أكادير يقولوا بلي هذا الرسم نتاع لفعة بعيطارسان، بصح كي تقرب وتشوف التفاصيل يبان كلي زخرفة نتاع دالية فيها عناقد عنب وورق. هذا النوع من النقوش كان شايع في عهد الرومان، وفعلا صبت نفس الزخرفة على باب قصر ديوكليسيان في سبليت في كرواتيا اللي بتنا بين 295 و 305 ميلادي. هاد الشبه يخليني نفكر ان هاد الحجرة كانت تزين الدخلة نتاع دار كبيرة وشابة في بوماريا. البعض من هاد النقوش موثقة وعندها مراجع، صبت باللي مصنفينها في مجموعة النقوش اللاتينية، يعني في الكوربوس انسكريبسيونوم لاتيناريوم. كاين البعض من الحجر فيهم توارخ، بصح ما استعملوش التاريخ المسيحي المعروف، استعملوا سنة البروقنصولية اللي تبدأ من عام 39 ميلادي، وقت ما كانت روما ضمن استقرار موريتانيا القيصرية اللي هي الجزائر تاعنا دروك. صبت نظام زمني واحد آخر في بعض النقوش اللي هو التقويم بوست ديوكليسيان، واللي يبدأ من عام 284 ميلادي، العام اللي تنازل فيه ديوكليسيان على المنصب نتاعو. في الوجه الشمالي تاع السمعة كاين كتبة مهمة بزاف، فيها ذكر مسؤول عسكري روماني من وحدة الاستخبارات كان يطلب حماية الإله أوليسفا، نفس الإله اللي صابوا النقوش نتاعو في عين الكيحل قريب لعين تموشنت وفي مدينة واليلي فولوبيليس في المغرب. هذه المجموعة العسكرية الرومانية اللي سميوها les explorateurs sévériens كانوا في المنطقة نتاعنا بين 222 و 235 ميلادي كقوة استخباراتية في الموضع اللي كان مازال فيه اضطرابات، ويظهر لي أن السكان المحليين كانوا عاد يقاوموا السيطرة الرومانية. القياس نتاع 6 حجرات كاينين في القنوت نتاع السمعة بين لنا باللي يوزنوا بين 300 و 600 كيلو. حاجة أخرى غريبة تشوفها كي تكون في قاعة الصلاة، 2 حجرات كبار فيهم الكتبة موجودين في المحراب، الشي اللي بينا باللي حجر الروم بقاو يستعملوه في البنيان بالقلة مدة 5 قرون. لاحظت حاجة أخرى، اللاجور الأحمر اللي خادمين به السواري تاع قاعة الصلاة ما عندوش نفس الطول، الفرق بين اللاجورات يوصل حتى ل2 سنتيم، الشي اللي ظهر باللي القالب اللي خدموا به ماشي كيف بالمعنى هاد اللاجور كان مخدوم بطريقة حرفية وما كانتش الصناعة نتاعو تحتاج الخدمة متقونة. هنا تكمل هاد الحلقة، بصح مازال في طرف الجامع حجر فيه الكتبة، نقراوها أنا وياكم المرة الماجية.